مساء الخير على الجميع، ورب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. في الفترة الأخيرة أخبار كتير جدا عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي، إسقاط مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد مجلس إدارة النادي الأهلي، انتخابات مبكرة لمجلس إدارة النادي الأهلي، وحكايه بند الثمان سنين اللي رجع يطرح على الساحه من جديد. وهل المقصود به مجلس اداره النادي الاهلي بعينه، ولا هو بند كده مثار للحديث عنه فقط لا غير؟ فحابب اقول لك كلمتين بس بالمختصر المفيد، او من النهايه كده. اي محاوله او اي تدخل لحل مجلس اداره النادي الاهلي هيساويه فورا ايقاف وتجميد النشاط الكروي في مصر، نقطه ومن اول السطر. كلنا عارفين ايه هي الحالات اللي اقدر احل فيها مجلس اداره، ومفيش ولا حاله منهم بتنطبق على النادي الاهلي. ولكن المحاولات المستميتة من وزير الشباب والرياضة لحل مجلس إدارة النادي الأهلي هيقابلها فورا إيقاف النشاط الرياضي الكروي في مصر بوجه عام. وأنا مش عارف وزير الشباب والرياضة، أنت عارف أنت مين اللي مخليك مستمر في منصبك يا سعادة الوزير؟ الأهلي. تخيل يا مؤمن، النادي الاهلي هو اللي مخليك مستمر في منصبك. تعالى كده بحسبه بسيطه، ايه اللي كسبته الرياضه المصريه في عهد سيادتك على صعيد المنتخبات؟ صفر. اصعده المنتخبات كلها صفر. مفيش اي انجاز تحقق للمنتخبات في عهدك، اخرها الصفر بتاع امبارح بتاع تحت 17 سنه فشل في التاهل للامم الافريقيه تحت 17، وهيقابله برضو بعد يومين فشل في الوصول الى كاس العالم. عندنا فرصه ولكن فرصه ضعيفه، ملحق والله يستر بس. طيب ايه اللي اتحقق للمنتخب الاول؟ صفر. ايه اللي اتحقق للمنتخب الاولمبي؟ صفر. مفيش اي حاجه، مفيش اي انجاز تحقق. الانجازات العالميه اللي اتحققت في عهدك هي، او الانجازات القاريه اللي اتحققت كان سببها النادي الاهلي من خلال اول ما مسكت سعادتك لحد النهارده كده. اللي مخليك اسمك يتقال على الساحه الرياضيه هو النادي الاهلي، سواء في محفل قاري او سواء في نهائي بطوله او سواء كان سببه النادي الاهلي وكونفدراليه الزمالك، عشان برضو ايه ندي كل حقه يعني مبني. بس اللي مخليك مستمر دلوقتي هي نجاحات النادي الاهلي في البطولات القاريه، نجاحات النادي الاهلي في الوصول للمحافل العالميه، هي اللي مخليه اسمك بيتداول. ان انت هتحضر مباراه نهائيه يكون طرفها النادي الاهلي، هتحضر مباراه عالميه يكون طرفها النادي الاهلي. فالسبب اللي مخليك مستمر مع الاخفاقات دي كلها هو النادي الاهلي. بدل ما تشكر النادي الاهلي انت بتحارب النادي الاهلي، وده شيء غير مفهوم. انت بتحارب النادي الاهلي ليه؟ انت بتحارب اي نجاح ليه؟ انت بتحارب ايه؟ هو انت ادمنت الفشل؟ ايه الامارات او ايه الدلالات انه اشرف صبحي يكون وزير الشباب والرياضه ويكون مستمر لحد النهارده في منصبه؟ اسئله كتيره محتاجه اجابه. ليه اشرف صبحي مستمر لحد النهارده وزير الشباب والرياضه، مع ان مفيش ملف نجحنا فيه اخرها ان احنا كنا بنشحت مجموعه تلعب عندنا في كاس العالم 2034 من انفنتينو. الرياضة المصرية بتدار من أشخاص لا يفقهون شيء عن إدارة الكرة المصرية، كلهم شوية فشلة جايين يديروا الكرة المصرية. ايه الامارات والدلالات اللي تخلي ناس زي دي هي اللي تتحكم وتدير الكرة المصرية واحنا صفر في كل حاجة؟ للأسف يعني لو كان في نجاحات قارية نقدر نقول ولكن الفترة الأخيرة اللي مخلي أشرف صبحي في مجلسه أو على رأس وزارة الشباب والرياضة هو النادي الأهلي، ولكن محاربته للنادي الأهلي غير مبررة. أنا مش عارف بناء على إيه وزير الشباب والرياضة مستمر في منصبه لحد دلوقتي، نقطة ومن أول السطر. نيجي للموضوع الثاني بتاعنا، الزمالك ومؤامرة جديدة من المؤامرات اللي بتحاك لنادي الزمالك. نادي الزمالك كان عنده قبل ما تتلعب كاس الرابطة، كلنا عارفين ان كاس الرابطه هيتلعب بدون اللعيبه الدوليين، او هيتلعب بالتطعيمات زائد اللعيبه اللي ما بتلعبش او اللعيبه اللي خرجت من قائمه المباريات الدوليه او من القائمه المحليه. ولكن نادي الزمالك لازم يعملها مؤامره، لازم ياخد الناس لسكه المؤامره. انت عارف من اول ما البطوله هتتلعب ان عندك مباراه يوم الاحد وهتتلعب من غير الدوليين. ايه المشكله؟ ما تلعب يا عم، ايه المشكله؟ عايز تاجل المباراه دي ليه؟ عايز تاجلها ليه؟
ده احنا لما كنا بنطالب بالتأجيل كان قنواتكم واصواتكم بتطلع لا نادي الدولة ان النوس بيجاملوا النادي الاهلي، وهي بطولة اساسا ملهاش اي 30 لازمة، هي بطولة ملهاش اي 30 لازمة، وانت متفق وعارف من البداية ان هي هتتلعب برضو بدون اللعيبة الدوليين، او هتتلعب زي ما قلت لك اللعيبة اللي بتخرج من القايمة بتاعة المباريات زائد التطعيمات من الفرق الناشئين. ايه بقى اللي حصل؟ ايه المؤامرة في كده؟ ايه المؤامره ان هم ما ياجلولكش ماتش يعني؟ استنى هلعب الحد وهرجع العب يوم الاربع تاني. ما تلعب يا عم بالفريق التاني او العب مع النادي الاهلي. عمل كده والنادي خرج ريح نفسه بدري وعارف ان هي ايه اساسا، بس هو بيشارك علشان ايه؟ مجرد المشاركه، بس مجرد المشاركه. فايه نظريه المؤامره في كده؟ ويطلع المتحدث الرسمي اصل مش عارف ايه، نفس برضو حوار القمه ان احنا مش عارف ايه يا ابني. هو الزمالك النادي الاهلي ما بيلعبش في كاس مصر، مالناش علاقه. انت بتلعب تحمل عواقب نتيجه ان انت خدت قرار باللعب. احنا مالنا مصدع دماغنا ونظريات مؤامره ونظريات برضو نفس الحكايه، ما بيتغيروش. العقليه دي ما بتتغيرش ابدا، هي عقليه المؤامره، هي عقليه المؤامره. نروح للموضوع اللي بعد كده. كابتن ميزو او كابتن نيدو بقى زي ما اخواتنا بيطلقوا عليه، بيعمل مؤتمر في لندن بيتحدث فيه عن موضوع ماتش القمه والاحداث بتاعه ماتش القمه. هيعمل مؤتمر كده عالمي يطلع يقول فيه كل حاجه، ويا ريت يعمل كده، يا ريت يكون عنده الجرأة ان هو يعمل كده ويطلع يقول ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل، بس يسرد الحقائق كامله، ما يقولش حاجه ويخبي حاجه. يطلع يقول كده 1+1=2. يقول لك ايه؟ احنا ليه كنا وافقنا على الحكم المصري، يقول الحيثيات بتاعته. احنا ليه وافقنا على الحكم المصري مع اننا قبلها باسبوع قعدنا نعيط كلنا وعملنا مؤتمر اتنبح فيه صوتنا علشان نقول لا للحكم المصري. يطلع يقول ايه اللي غير رايه في الحكم المصري، وايه الوعود اللي اخدوها لو المباراه اتلعبت بحكم مصري، وايه اللي اتقال من وزير الشباب والرياضه ليه علشان يلعبوا ليهم، يعني مجلس اداره نادي الزمالك عشان يلعبوا المباراه، وليه طلب حكم سعودي وجه ووصل وكان المفروض هو اللي هيدير القمه، وليه ما وافقش ان المباراه تتاجل ساعتين علشان يلعب. مش يطلع يقول بس الكلمتين اللي محشورين في زوره ويسيب الحقائق. ده كابتن ميزو على طول، يعني كابتن ميزو والفينو والجماعه بتوعهم دول احنا كلنا عارفين الكلام ده. نظريه المؤامره على طول شغاله، بسم الله ما شاء الله. اخر خبرين معانا النهارده كولر، الفرصه الاخيره لكولر، فرصه افريقيا. انا بقول لك دلوقتي مجلس الاداره مش هيقدر يشيل كولر في الوقت الحالي. صعب جدا ان انت تجيب مدرب يقدر يتاقلم على وضع الفريق في الوقت الحالي، ولكن كولر الفرصه الاخيره له هي بطوله افريقيا. وانا شايف ان الماتش الجاي هيبقى ماتش صعب جدا، عايز اداره فنيه تصحصح معانا بقى، يا ريت تصحصح معانا وتدي اللعيبه تلعب بمزاج، اللعيبه تلعب لعبها طبيعي. انا مش بقول لك ما تفتيش، ادي كل واحد مركزه، ادي حريه للناس اللي احنا قلنا عليهم في الفيديو اللي فات، خليهم يلعبوا لعبهم. ما بقولكش اعمل اي حاجه جديده، ما تفتيش، خليهم يلعبوا لعبهم الطبيعي. المباراه لو مشيت بالاساس اللي احنا قلنا عليه، اكيد الهلال هيحب يهاجم، فهتبقى مباراه مفتوحه، هتقدر تلعب لعبك. انت بتحتاس، كولر نفسه بيحتاس لما بيلاقي الفرقه بيبقى في ضغط من نص الملعب او من الثلث الاخير. لا، الهلال السوداني هيبقى فيه محاولات هجوميه، يعني تقدر تاخد وتدي اللعيبه، توقف اللعيبه صح، مراكزهم صح. انا بقول لك هتقدر تسجل وتكسب المباراه بسهوله، مش هتتصعب عليك خالص. والمباراه في الملعب انت قريب جدا من التأهل، ما عندكش اي مشكله، العب لعبك الطبيعي. وانا بقول لك لو لعبت لعبك الطبيعي بدون فتح هنكسب ان شاء رب العالمين. نيجي على خناقه امام ورامي، الكل ماسك في خناقه امام ورامي واتخانقوا وضربوا بعض وكسروا بعض. طبعا شفنا صبحي وشفنا عبد الشافي وشفنا الرجاله والفينو الحق رامي وامام طحنوا بعض. طيب يعني احنا دي ما شفناهاش، احنا شفنا لعيبه بتتكلم، بس شفنا على الطرف الثاني في ناس بتطحن بعض في المدرجات، شفنا مدير كوره بيتهزق وبيرد على الناس وبيتهزق وبيتسب وبيتقال له الفاظ ما تصحش تتقال لعيل صغير، ولكن لا حياه لمن تنادي. السلام عليكم.